الفتوى شخصية. يعني لو واحد طلق مراته مثلا وبعدين عاوز يرجعها تاني وبيسأل اليمين اللي هو قاله يقع ولا لا يقع، الطلاق ده يقع ولا لا يقع. فهو ما ينفعش يمسك كتاب فتاوى او شو يدخل على النت يكتب لو واحد قال كذا لمراته اليمين يقع ولا لا يقع. ودار الافتاء بتنصح ان هو لازم يروح يقابل حد في دار الافتاء شخصيا وجها لوجه ويقعد معاه ويتكلم معاه علشان يشوف اليمين ده يقع ولا لا يقع. نفس الحال في الطب، وخاصة طبعا في كل فروع الطب، وخاصة في فرع الحقن المجهري. ما ينفعش دكتور يروح ظابط نفسه على بروتوكول ويروح مثبته لكل العيانين ويديه لكل العيانين ويسحب لهم بويضات وينقل لهم اجنه في نفس اليوم وبنفس الطريقه وعلى نفس العلاج. ده كده يبقى تخريف. في نفس الوقت ما ينفعش مريضه تقلد مريضه او تقول انا عايزه اعمل كذا او عايزه اطلع كذا او عايزه انقل في اليوم الكذا وهكذا. يعني برضه عندنا في الحقن المجهري الفتوى شخصيه. المفتي هنا هو الدكتور اللي هيفحص المريضه ويطلب لها التحاليل او الاشعاعات، او ما يطلبش خالص، او يقول لها احنا هنعمل كذا او هنسوي كذا او هنستنى الشهر ده او هنتاخر شويه او يلا نبدا على طول، او احنا عايزين عينه من الزوج او احنا مش عايزين عينه من الزوج دلوقتي، هناخد عينه على طول فريش يوم العمليه. كل مريضه مختلفه عن الثانيه، والتشخيص والعلاج والتحاليل والطريقه اللي هنشتغل بيها وعدد الحقن ويوم النقل وهننقل فريش ولا مجمد، ده personalized medicine. يعني الطب اللي متفصل على المريضة، مش كل مريضة زي التانية.